يا مراحل. معايا النهارده واحده من اكتر العربيات شهره وانتشارا في السوق المصري، عربيه موجوده معانا في السوق من سنه 2012 لحد السنه اللي احنا فيها دي، لحد 2024 العربيه لسه بتنتج وموجوده معانا. العربيه دي من اكتر العربيات اللي انا شايفها عمليه وليها بصمه كبيره قوي في السوق، نظرا يعني لانتشارها الكويس جدا. شايف انها عربيه عمليه وممتازه جدا، ولكن طبعا الحلو ما بيكملش للاخر. ليا عليها بعض التعليقات وده تعرفوها من خلال الفيديو، فكملوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا كل حاجه عن العربيه دي. انا مؤمن الوزير ومعايا النهارده هيونداي اكسنت ار بي موديل 22 اعلى فئه الهاي لاين، ويلا بينا نشوف الهيونداي اكسنت دي بتقول ايه. قبل ما نبدا فيديو النهارده حابب افكركم تعملوا اشتراك في القناه لو مش مشتركين، وفعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكم اشعار بكل جديد، ولو بتتفرجوا على الفيسبوك يبقى اعملوا لايك وفولو للبيج، وكمان هتلاقوا اكونت الانستجرام بتاعي بينزل عليه اخبار العربيات اول باول. لو هنبص للتصميم الخارجي في العربيه دي، فانا عايز اقول لكم ان العربيه دي زي ما قلنا هي بتنزل من 2012 لحد النهارده بنفس الشكل، مفيش تغييرات كبيره حصلت في العربيه. وطبعا العربيه بقى لها 12 سنه في السوق، وانا شايف لحد دلوقتي ان العربيه شكلها شيك وعصري ومناسب الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، يعني متناغم برضو مع لغه التصميم بتاعت الوقت الحالي. يعني الله اعلم بقى، يمكن هيونداي اللي كان ليها نظره مستقبليه ولا هي جت معاهم بالصدفه كده. وطبعا بما اننا بنتكلم عن التصميم الخارجي فلازم نتكلم عن الاضاءه، والاضاءه في العربيه دي الفوانيس كلها بتيجي باضاءه هالوجين عاديه جدا. العربيه كمان فيها فوج لايت، وبرده الفوج لايت اضاءه هالوجين برده، كل ده كالمعتاد. يعني العربيه زي ما قلت لكم هي عربيه عمليه قوي. انا شايف ان هم كانوا الافضل يحطوا دي ار ال في العربيه دي، او لو كان حطوا في الفانوس اضاءه نهاريه كانت هترسم وش العربيه اكتر واحلى من كده كمان. وبما اننا بنتكلم عن التصميم الخارجي فطبعا لازم نتكلم عن الواجهه الاماميه للعربيه. زي ما قلت هي الواجهه بتشد الواحد، يعني انا شايف ان شكل العربيه شيك فبتشد شويه، والميل بتاع الجزء اللي قدام ده مايل على قدام سنه، فده يعني مدي الطابع الهجومي شويه. بس زي ما انا قلت لو كانوا حطوا اضاءه نهاريه في الفوانيس كانت هتشد الشكل اكتر، كانت هتخلي الشكل شارب اكتر من الاول. طبعا عندنا الشبكه دي فيها حليه بالنيكل كروم، والشبكه دي هيونداي مصنفاها انها شبكه رياضيه. انا مش عارف ليه بالظبط او ايه وجهه نظرهم ان الشبكه دي شبكه رياضيه، مش عارف الحقيقه. ولكن الواجهه الاماميه بتاعت العربيه حلوه جدا، انا شايف انها متناسبه جدا برده مع الوقت الحالي. لو هنيجي بقى نتكلم عن التصميم الخلفي للعربيه فهنلاقي ان اول حاجه هنلاحظها كده الفوانيس الخلفيه واخده نفس السحبه بتاعه الفوانيس الاماميه بينهم زي ماتش كده. طبعا زي ما قلنا الفوانيس دي هالوجين عاديه جدا. في عندنا هنا سنسور بارك، وعندنا هنا حليه بالكروم برده لطيفه، يعني شويه ايه محليه وش العربيه، او محليه قصدي عفوا ظهر العربيه. نقطه كمان حابب اتكلم عليها، وهي ان انا شايف في رايي ان ظهر العربيه هو يشدك، بس هو مش حد يعني مش اجريسيف زي وش العربيه، واخد طابع هجومي شويه. ده ظهر العربيه متناسق مع وشها، ولكن الظهر انا مش شايف ان هو حاد، ودي حاجه يعني برده مش وحشه. يعني هو كمجمل التصميم هو شيك سواء من الواجهه الاماميه او من الواجهه الخلفيه. لو جينا نبص على التصميم الجانبي للعربيه، فاول حاجه زي ما قلت لكم عليها هنلاحظها ان الفانوس من هنا، الفانوس الامامي في سحبه من هنا زيها هنلاقيها في الفانوس الخلفي من هنا، يعني الاثنين زي ما قلت لكم عاملين زي ماتش كده مع بعض. فدي انا شايف دي اكتر حاجه بصراحه محبباني في جنب العربيه، او شايف انها حلوه في جنب العربيه. طبعا عندنا المرايات هنا فيها اشارات ليد، وفي عندنا طبعا جنط سبور مقاس 16 بوصه. ولو بصينا على الجنط اللي ورا هنلاقي ان عندنا فرامل ورا فرامل سكاكين زيها زي الفرامل اللي قدام، ودي بتنزل في اعلى فئتين بس، يعني الفئه دي والفئه اللي قبلها على طول. وكمان هنلاحظ عندنا خلوص الارضي بتاع العربيه حوالي 14 سم و7 من 10، يعني حاجه مش واطيه بحيث انها تقرفك في المطبات، ولا عاليه بحيث ان العربيه تلاقيها عومت معاك على الفاضي والمليان. وكمان حاجه هنلاحظها في جنب العربيه اللي هي السوكه الحاده شويه اللي جايبه من اول الفانوس لحد اخر الباب، او جايه معاك يعني من اول كده جايه حاده وجايه هنا نعمت لحد ما راحت خالص السوكه من هنا في اخر الرفرف. وعندنا السوكه اللي هنا في الباب دي اللي هي من اول الرفرف من تحت من هنا اللي جايه مع خط الاوكر وجايبه لحد اخر شنطه العربيه، دي شكلها لذيذ. طبعا السوكه اللي تحت دي خالص دي اعتياديه، مش شايف فيها حاجه تشد غير الاثنين دول. يعني دي بالذات اكتر حاجه عجباني فيها انها بادئه حاده وجايه هنا ناعمه جدا 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 لحد ما اختفت خالص هنا في اخر الرف. اول ما دخلت العربيه دي حسيت ان شكلها عادي، يعني هو عصري بس عادي، ما فيش حاجه تشدك قوي الا الشاشه الوسطيه مثلا اللي فيها بلوتوث. يعني دي الحاجه تقريبا اللي تميز الانتيريور بتاعت العربيه، ولكن ما فيهاش كاميرا خلفيه مثلا على سبيل المثال، فدي مش عجباني. او هي يعني هي العربيه ما فيهاش كاميرا خلفيه، فدي حاجه مش عجباني. يعني احنا حاطين طيب شاشه ليه؟ دي كانت نقطه مهمه بالنسبه لي. بالنسبه للشاشه كمان ما بتدعم اندرويد اوتو، بتدعم ابل كار بلاي. طبعا فيها اف ام واي ام والكلام ده كله. حتى البكر بتاعي يعني حتى التكييف مش ديجيتال، تكييف عادي جدا بكر وحاجات خلاص يعني عفى عليها الزمن. طبعا عندنا
مرايات كهرباء بالكامل، عندنا السنتر لوك الاربع ازاز كهرباء، فدي حاجه كويسه. عندنا جراب نضاره، دي حاجه برضو عجباني. طبعا عندنا فتحه السقف، يعني فتحه سقف حركتين، دي برضو حاجه حلوه. كمان عندنا في العربيه دي فيها فرش جلد بالكامل. مساحات الجلوس في الكراسي الاماميه مريحه، يعني مساحه بينك وبين السقف مساحات الراس معقوله. لو حد طوله مثلا لحد 175 لحد 180 مثلا لا هتبدا تتضايق. مساحه الارجل واسعه، من هنا مفيش حاجه تعوقك تقريبا، يعني العربيه مساحتها حلوه. ولكن كان بيواجهني مشكله ان دايما وانا نازل لو رجلي الشمال او رجلي اليمين وانا نازل مثلا بتلفت او كده، شدت في الزرار بتاع او اللي هو العلامه اللي بتسحب الكبوت، يعني بيفتح معايا على طول. مش عارف ليه فتحت معايا مرتين لحد بس ما اتعودت عليها. ده بالنسبه لمساحات مساحه الكرسي نفسه واسعه. الكرسي مريح على فكره، بس مش للمسافات الطويله قوي، يعني لا لازم لو انت قدامك مشوار طويل لازم تقعد ترتاح فيه. رجعنا كمان للكنبه الخلفيه بعد ما انا ظبطت الكرسي اللي قدام ده على القاعده بتاعتي، ولكن زي ما انا قلت هنا مساحه الارجل ضيقه شويه، مساحه السقف معقوله زي ما قلت. لحد مثلا لو انت طولك 175 فوق كده هتتضايق فعلا، لان السقف من هنا اوطى شويه من قدام. مساحه الكرسي نفسه من هنا، يعني هي يا دوب تاخد 2، لو تالت ده يبقى طفل مثلا او كده، لكن حد كبير مش هتاخد 3 بالغين الا لو رفيعين قوي قوي يعني. فمساحات زي ما قلت ورا الكنبه ضيقه شويه، ولكن هي تشيل لحد شخصين مرتاح قوي. بالنسبه للخامات فهي كل حاجه في العربيه بلاستيك، هنا بلاستيك هنا بلاستيك، التابلو كله بلاستيك. مفيش بس غير الجزء ده بس في العربيه او في الباب، يعني لو كان الطعم جلد كان يبقى احسن من كده، هو معمول بالقماش، ولكن يعني حتى القماش مش مريح. احنا ما بنتكلمش انها عربيه برضو عاليه قوي او عربيه بريميوم، فدي مش حاجات حلوه او مش حاجات وحشه عفوا، ولكن برضو دي يعني دي بالنسبه للعربيه في الفئات دي ده العادي، يعني ده العادي في العربيات دي. كمان عندنا مساحات التخزين بتاعت العربيه دي، مساحات تخزين الابواب ضيقه شويه وتصميمها غريب كده. عندنا مساحه تخزين قدام الفتيس، وفيها مدخل يو اس بي واي او اكس وولاعه ومخرج كهرباء طبعا. مساحه بقى ما عجبتنيش هنا، المساحه دي فيها كمان جزء هنا من الهاند بريك. العربيه طبعا فيها كاب هولدرز وفيها مكان برضو للتخزين هنا. برضو ورا في الابواب فيها مساحه تخزين في الابواب، تصميمها احسن شويه واعتقد مساحتها احسن شويه. نيجي بقى لاداء العربيه دي، والحقيقه ان اداء العربيه دي متوسط. العربيه دي بتيجي بموتور سحب طبيعي للهواء بسعه 1600 سي سي 4 سلندر، ومتوصل بفتيس اوتوماتيك اعتيادي جدا من 4 نقلات. الموتور ده بيطلع 125 حصان على 6300 لفه في الدقيقه، وبيطلع عزم 152 او 156 نيوتن متر من العزم على 4850 لفه في الدقيقه. وثبات تحرك العربيه دي او تسارعها من الصفر او من الثبات لحد 100 كيلو في 11.2 جزء من الثانيه. ده يعني تسارع معقول جدا على العربيه دي. اما بالنسبه لمتوسط استهلاك الوقود فهو 7.2 لكل 100 كيلو. كمان العربيه دي بتيجي بخزان وقود بسعه 43 لتر. طبعا العفشه الاماميه عندنا عفشه ماكفيرسون، والعفشه الخلفيه تورشن بيم او عفشه متصله. بالنسبه لنقطه الثبات والتوجيه في العربيه دي، فالثبات بتاع العربيه معقول جدا، خاصه ان الخروص الارضي بتاع العربيه مش عالي قوي ومش واطي قوي، ولكن اللي مساعدها في نقطه الثبات هي ان عفشه العربيه ناشفه الى حد ما، ناشفه شويه مش ناشفه قوي يعني. فده مساعدها شويه ان العربيه تبقى ثابته اكتر يعني. ولكن طبعا اولا واخيرا هي مش عربيه بتاعت ملفات ضيقه او ملفات على سرعه عاليه. بالنسبه للتوجيه فاستجابه العربيه للتوجيه بتاع الطاره ممتاز جدا. انا شايف ان هو العربيه حلوه، مفيش لاج، العربيه ما بتاخدش وقت على ما بتاخد الاوامر انها تروح يمين او شمال، فدي نقطه يعني حسنه تحسب لها. بالنسبه للعزل فالعزل العربيه بالنسبه للعزل الهواء فهو معقول شويه، مش وحش ومش حلو، يعني مثلا لحد ال 100 بيبقى عزل العربيه كويس، او لحد ال 120 بيبقى عزل العربيه كويس. بالنسبه للعزل الارضي فللاسف ان نقطه النشوفيه بتاعت العربيه بتحسسك باللي في الارض، ولكن مش كله، ودي اعتقد انها بسبب الكاوتش، يعني بسبب نوعيه الكاوتش نفسها. لو نوعيه الكاوتش اتغيرت تبقى العزل الارضي افضل من كده شويه. وبالنسبه لعزل الصوت فهو معقول برضه الى حد ما، مش ضايع قوي يعني. بالنسبه لمواصفات الامان في العربيه دي فهي بتيجي في اول خطوه خالص في مواصفات الامان. العربيه دي بتيجي ب2 ايرباج، وبتيجي باي بي اس بس، وبتيجي كمان بحساسات ركن خلفيه، وفيها طبعا سنتر لوك وامبلايزر، فيها طبعا كمان مثبت سرعه، ولكن ما فيهاش كاميرا خلفيه ولا حساسات ركن اماميه ولا اي بي دي ولا اي حاجه من الكلام ده كله.
بالنسبه للكماليات في العربيه دي، فزي ما قلنا العربيه دي بتيجي بطاره مالتي وبتيجي بشاشه تاتش سكرين. الشاشه دي مقاس 7 بوصه. زي ما قلنا كمان العربيه فيها مرايات كهرباء واشارات ليد في المرايات. فيها طبعا 4 ازاز كهرباء، وكمان عندنا تكييف، وعندنا هنا ولاعه، وعندنا مدخل اي او اكس ويو اس بي، وكمان مخرج كهرباء 12 فولت. تعالوا بقى سوا نقيم العربيه دي، او تقييمي للعربيه دي ايه، وايه العيوب اللي انا شايفها فيها، او الحاجات اللي انا شايفها مش كويسه فيها. اولا هنبدا التصميم الخارجي للعربيه. التصميم الخارجي للعربيه زي ما انا قلت، هي العربيه دي بقى لها 12 سنه ولسه لحد دلوقتي انا شايف ان العربيه دي شكلها مميز وشيك جدا ومناسب للعصر او الفتره الحاليه اللي احنا فيها، ومتناغم مع المدرسه التصميميه الجديده اللي احنا فيها دي. ولكن اللي انا شايفه مش حلو فيها، وهي ان الفوانيس الاماميه انا شايف انها كانت ناقصه انها تكون فيها دي ار ال او اضاءه نهاريه. دي انا شايف انها كانت ترسم وش العربيه اكتر. ويا سلام يا سلام بقى لو كانوا ضافوا فيها الفوانيس الاماميه والخلفيه، او الفوانيس الخلفيه على الاقل فيها جزء ليد. ده برضه هيبقى حلو، او هيبقى يخلي شكل العربيه احلى. بالنسبه لتقييمي، فتقييمي للتصميم الخارجي للعربيه 7 من 10. بالنسبه لتقييمي للداخليه بتاعت العربيه والانتيريور بتاعت العربيه، فانا شايف ان تقييمي للعربيه من جوه هيبقى 5 من 10. العربيه شكلها من جوه حديث، ولكن مش احسن حاجه او مش افضل حاجه. كمان بالنسبه للخامات ما عجبتنيش بصراحه الخامات اللي موجوده في العربيه، يعني كان على الاقل يعني طعمه باي حاجه جلد، يعني يحاولوا يزقوا الدنيا شويه ان العربيه تبقى ايه، يعني شكلها افضل من كده من جوه. بالذات من جوه كمان في التابلو بتاعها حد قوي، بالذات الجزء ده حد جدا. ده ممكن ده ما كانش عاجبني فيها بصراحه. يعني كان شايف ان هم ممكن يطوروا فيه من جوه اكتر من كده، يشتغلوا عليه ان التصميم يبقى من جوه متناسق مع بره اكتر. فتقييمي زي ما قلت، تقييمي للعربيه دي من جوه 5 من 10. تقييمي للخامات والتقفيل في العربيه دي برضو 5 من 10. انا شايف ان الخامات بتاعت العربيه كانت زي ما انا قلت يفضل انها تكون احسن من كده شويه. البلاستيك بطريقه رهيبه جدا جدا، يعني في عربيات تانية ارخص بيبقى مطعمين فيها في جلد. دي انا مش بقول يخلوا العربيه مكسيه بالجلد من جوه، ولكن يعني حط لي فيها شويه جلد. على فكره الفرش بتاع العربيه ده اللي فيها ده مش الفرش الاصلي. الفرش الاصلي اللي بيبقى في العربيه فرش قماش. ف يعني وعيب التقفيل، على فكره العربيه فيها عيوب تقفيل وتزييق، او مش عيوب تقفيل، او تقفيلها بمعنى صح مش افضل حاجه. العربيه فيها تزييق في كتير قوي. لو انت نازل على منزل او طالع على مطلع تلاقي العربيه بتزيق خاصه من ورا، ومش تزييقه بتاعت العربيه عايزه تتغسل. العربيه اللي انا فيها دي 24000 كيلو مغسوله عفشتها بالكامل، يعني العربيه كلها مغسوله من بره ومن جوه ومن تحت ومن فوق وكل حاجه، فما فيهاش اي حاجه من الكلام ده خالص. فتقييمي زي ما انا قلت من جوه، او تقييمي للخامات والتقفيل بتاع العربيه 5 من 10. بالنسبه لمستوى الراحه في العربيه دي، فتقييمي لمستوى الراحه في العربيه دي 6 من 10. انا شايف ان العربيه دي كانت ممكن تبقى اريح من كده، بعيدا عن الكرسي ظهره كان عايز يوسع شويه، يعرض شويه عن كده، عشان الظهر يعني ماسك قوي عليا. انا بالنسبه لي لو حد وزنه اعلى مني ركب في العربيه هيتضايق ومش هيكون مرتاح قوي. فتقييمي ليها من جوه 6 من 10. وكمان العفشه بتاعت العربيه ناشفه الى حد ما، فده بيخلي العربيه ما تاخدش يعني ما تبقاش عربيه براحتها في المطبات، في الملفات، في الكلام ده كله. كانوا ممكن يوزنوها، يمسكوا العصايه من النص، ولكن يونداي مش كويسين في الحته دي. يا اما بيخلوا العربيه عايمه ميه، يا بيخلوا العربيه ناشفه زي الحجر. بس هي مش ناشفه قوي بصراحه، الامانه يعني الامانه لله هي مش ناشفه قوي. فتقييمي ليها 6 من 10 بالنسبه للتوجيه وبالنسبه للراحه وكده. بالنسبه للمساحات الداخليه، فهي بالنسبه لتقييمي 7 من 10. العربيه مساحتها من جوه كويسه، مع ان مساحات التخزين فيها مش احسن حاجه، بس هي مساحات الجلوس نفسها معقوله. ف7 من 10 هيبقى يعني اختيار كويس، ان خاصه الرجل، مساحات الرجل كويسه. الدنيا يعني العربيه مش ضيقه، هي مش ضيقه ومش واسعه، هي ما بين الاثنين كده متوسط. فتقييمي للعربيه دي من جوه، او بالنسبه للداخليه او المساحات والكلام ده كله، هيبقى 7 من 10. بالنسبه للعزل في العربيه دي فاقيمه ب 6 من 10. هي مش الاحسن في فئاتها، في عربيات ثانيه احسن شويه، ولكن دي تقييمي ليها 6 من 10. ده كويس، يعني تقييم فير بالنسبه لي. بالنسبه للاداء بتاع العربيه، فبرضه العربيه دي هتبقى اقيمها بالنسبه لي ب 6 من 10. ليه طيب بالنسبه للاداء، مع ان انا قلت ان اداء العربيه دي حلو؟ هو اداء العربيه اقتصادي وحلو. العربيه بس الفتيس بتاعها ظالمها ظلم رهيب. الفتيس بتاع العربيه اولا بينعر كده وهو بينقل، بتحس بصوت خشونه، وبتحس بخشونه قوي في الحته دي. فدي حاجه مش حلوه، يعني مفيش تناغم بين الموتور والفتيس مع بعض.
اتمنى يعني ان دي كانت تكون مشكله تتحل، لان بصراحه الموضوع بالنسبه لي مش مريح، انا مدقق فيه قوي، فالموضوع مش مريحني اطلاقا بصراحه. فزي ما انا قلت اقيم بالنسبه اداء العربيه دي اقيمها ب6 من 10. بالنسبه للثبات والتحكم في العربيه دي فاقيمها ب7 من 10. العربيه ثباتها معقول، مش وحش، ثباتها حلو جدا، ولكن والتوجيه كمان على فكره توجيه العربيه حلو جدا، ولكن اللي يعيبها زي ما انا قلت ان العربيه ناشفه، فده هو ده اللي محسنها في الثبات مش اكتر يعني. مش هم بقى قعدوا هندسوها وفكروا فيها والكلام ده، لا اطلاقا يعني. دي برضو ايه يعني، زي ما انا قلت اقيمها بنسبه 7 من 10. طب انا ليه بقيمها ب7 من 10؟ لان انا شايف ان العربيه احسن من غيرها، احسن من عربيات كتير قوي في فئاتها بالنسبه للتوجيه والكلام ده كله بصراحه. بالنسبه لنقطه الامان، فبالنسبه لتقييم نقطه الامان فاقيم العربيه دي ب5 من 10. ليه؟ العربيه دي فيها اساسيات الامان، يعني الف ب امان، ودي اعلى فئه. احنا خلاص النهارده في 2024 تنزل عربيه فيها 2 ايرباج ماشي، بس عربيه من غير برنامج الثبات الالكتروني الاي اس بي، لا دي بالنسبه لي مشكله، ده بالنسبه لي عائق. عربيه فيها اي بي اس، ما فيهاش اي بي دي موزع قوه الفرامل، ما فيهاش اي اس بي الثبات الالكتروني. الاثنين دول لو كانوا فيها كانوا هيخلونا اديها تقييم 8 مثلا من 10، ولو كانت 4 ايرباج كنت اديها 10 من 10 كمان. فتقييم العربيه دي بالنسبه للامان 5 من 10. بالنسبه للكماليات اللي موجوده في العربيه فاقيمها ب6 من 10، لان انا شايف ان العربيه برضو يعني ممكن يكون فيها حاجات احسن من كده. على الاقل شاشه للكاميرا، كاميرا خلفيه، دي بالنسبه لي دي نقطه مهمه قوي. ونقطه كمان وهي يعني انت لما بتيجي ترجع بتعمل ريفيرس ما بيجيبلكش العربيه، يعني ما بيجيبلكش انت وراك لما السنسور بيشتغل ما بيجيبش اللي وراك بينك وبينه قد ايه، او انهي حته بالظبط اللي انت تخلي بالك منها في السنسور. فدي برضو بالنسبه لي كانت مشكله مش لذيذه، واتمنى يعني انها تتحل في الموديل اللي بعد كده، يعني في موديل 24، لان العربيه دي اصلا 22، فاتمنى انها تكون اتحلت يعني في ال 24. وانا ما شفتش بصراحه. طبعا لو حد عايز يتفرج على العربيه دي وغيرها من عربيات كتير جدا هتلاقوا العربيه دي موجوده عند معرض شام كار في مدينه نصر. هسيب لكم اللوكيشن بتاعه وارقام التواصل بتاعتهم تحت في الديسكربشن، لو حد عايز يعني يتصل يستفسر عن العربيه دي وغيرها من عربيات كتير جدا سواء كاسي زيرو او عربيات زيرو، يتواصل معاهم على طول وهيلاقي كل حاجه موجوده عندهم. كده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده وعرفنا كل حاجه عن الاكسنت الار بي من الاكسدام للاكسدام. اتمنى لو حد معاه اي تجربه مع العربيه دي سواء ايجابيه او سلبيه يشاركها معانا في الكومنتس تحت، ولو حد عنده استفسار يسيبوا لي برده وهرد عليكم ان شاء الله في اسرع وقت. كان معاكم مؤمن الوزير واشوفكم في الفيديو الجاي على خير. طبعا في نهايه الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير كمان عشان نستفيد بيه ناس كتير، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه عشان ده بيساعدني اقدم لكم محتوى تاني. وانتوا تتفرجوا على الفيسبوك ما تنسوش تعملوا لايك كمان. مع السلامه.